السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. شبه وردود. الشبه تجدها في كتاب الله، والردود في كتاب الله. السعيد من صدق وآمن بالمحكم والمتشابه. أول قصة في القرآن كطالب علم يجب أن تتعلم قصة بلعم ابن باعورة، لأنه عسى ربنا يديك العلم تكون خطيب مفوه عشان ما تعجب بنفسك، تتواضع، تكون متواضع لا من تدخل قبرك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بعد ما تمكن وتطلع في العلم فانسلخ منها. الله أقول لك أصلح الخروف ده، خروف ملكت جلده، معناه تغير وتبدل الهيئة بتاعته. بلعم بعد العلم ده كله وربنا رزقه اسم الله الأعظم، وكان اليد اليمنى لموسى عليه السلام، بعد ده خرج من الإسلام فانسلخ منه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي الهالكين المصير إلى نار جهنم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، أي بلعم ابن باعورة، أخلد إلى الأرض، ترك الدعوة إلى الله، مشى أماكن الفجور، مشى لأماكن الزنا، وقعد في الأماكن بتاعت النساء الحلوات السمحات، وترك الدعوة إلى الله، بل بقى ضد موسى عليه السلام إلى أن لقي الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بعد ده كله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، وبعد ده كله واتبع هواه. انت عارف العبد اذا اتبع هواه والله لو ربنا امره ما يطيعه. ابليس ده شنو اصلا؟ ان ابليس كان من الجن، من شده ما عبد الله ربنا رقاه، الله خدت في صفوف الملائكه. ربنا لما امر بالسجود ابى. يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. اتبع الهوى. زول لما نتبع هواه، الهوى يكون إله يعبد مع الله. الآية 43 44 من سورة الفرقان، والخطاب لأشرف الرسل. أرأيت أي يا محمد من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أي عبد رجل أو امرأة بعد اتبع الهوى، ده خلاص. ده والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي وقف أمامه وأمره والله ما يطيعه. عشان تعرف خطورة اتباع شنو الهوى. بعد ده بلعم في النهاية واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، زي الكلب ان تحمل عليه يلهث، تشيل لك بسطونه تمشي عليه بالله يجري وتلقاه بعد ده يلهث. وكان ماشي انت بسطونه وخليته في ظله ده، وبعد ده قاعد في مكان بارد رشيته ليه، بعد ده مش بيلهث. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ربنا يختم بعد ذاك الايتين: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أي البشر الأحياء دين. العلماء قالوا الآية 175 و176 الأعراف من فقهياتها من حمل الشبهة
تورط في الكفر، تورط في الشرك، تورط في الكبر، تورط في اتباع الهوى، تورط في الجدال، تورط في أذية المؤمنين الموحدين المخلصين. فالشبهة يا أستاذ جمال خطرة. أنت عارف الشبهة كان دخلت يا زول خطرة، تزن لك شفت، حتى كان حاولت تصلح نفسك بعد ربما ترجع ثاني. الشبهة خطرة، فأخطر عواقب الشبهة إذا حملها العبد الكبر، الكفر، التورط في الشرك، التورط في الكذب، اتباع الهوى، كثرة الجدال. اللي بيحمل الشبهة بكون كثير الجدال. وبعد ده كله أذية المؤمنين فقط. اللي بيحمل الشبهة ما بيمشي بيأذي لك الفسقة، لا، بس المؤمنين اللي عاصروا في الدنيا يؤذي فيهم شفت ليل نهار بس. فالشبهة خطرة، وزي ما بينت في الدرس السابق نقول لكم ما معنى الشبهة. الشبهة هي غطاء يضعه الله على الصراط المستقيم، لا يمكن إزالته إلا بالعلم. لما كنت تهتم بالعلم هذا تفتكر نفسك تمام وشيء. اليوم تدخل القبر تلقاها بايظة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأي شيء يحتاج شنو؟ إلى العلم. وحتى الآية 175 الأعراف شرحها الرسول صلى الله عليه وسلم. أجمل شيء شفته في الشريعة الإسلامية دي لما تجد الآية وتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم شارحها تريحك. ما في واحد بعدك يجيب له شنو مفهوم مغاير للآية. مثلا حديث حذيفة ابن اليمان، الحديث ده بتلقى فيه مسلم، لا أبو داود، لا الترمذي، كتب السنن الستة. الحديث ده أخرجه الحافظ أبا يعلى، وحديث ثابت صحيح عند أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، خطاب لمن؟ الموحدين المخلصين الذين التزموا العلم الشرعي. أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن ليل نهار، شفت تلقى حفظ القرآن ده بيتلو صباح مساء، حتى إذا رؤيت بهجته عليه الله ظهر فيه. يا سلام، زول حافظ، صوت جميل، وش الضبوح، زول محافظ على الصلوات. حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداءه الإسلام. الإسلام يعني شنو يا عبد الله يا باش مهندس؟ الإسلام التوحيد، معناه موحد صاحب عقيدة سليمة، ملتزم للفرائض، تالي للقرآن صباحا مساء، العاصر من الموحدين واعجبوا به. أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداءه الإسلام أي التوحيد. بعد كله فانسلخ منه الله، زي البلص الجلابية، شفتها تحت الجلابية تمثلها بالتوحيد. فانسلخ منه أي من توحيده ده. وبعد رمى وين؟ بقفاه. لو مشى رمى قدامه كان بينصلح. والحديث زي يبين لك خطورة الشبهة. أي موحد دخلتك شبهة يا أخي، هذول العلماء موجودين، ما تمشي تنفذر. مشيت انفزرت الرمات كانك ما بتجي تاني. لازم كما بينا في الدرس السابق: ما علمتم به فاعملوا به، فما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. لازم بس تنصاع للكتاب والسنة لو دار النجاة. لاحظ ده بعد ده كله فانسلخ منه، بلص توحيده، فنبذه يعني جدعه، فنبذه من ورائه. معناه لو جدعه قدام كان بالصلح، لكن جدعه بوراء. وبعد ده مش جدعه، ثم حمل السيف أي السلاح فسلطه نحو جاره. قال لك ما معنى جاري؟ الموحد اللي كان معه. وما كان موحد وده أخو موحد، لكن ده دخلته الشبهة، وده لسه ما دخلته الشبهة. دخلته الشبهة بشيل السلاح،
لأن ما دخلت الشبه. فنبذه وراء ظهري بعد ما جدع التوحيد، فحمل السيف أي السلاح فسلطه نحو جاره ورماه بالشرك كفروه. وسع كثيرين اللي بيحملوا الشبه، والله مش لو بقيت موحد، والله مش لو مؤصل الكتاب والسنة، والله مش لو داعي 20 ل40 سنة بجرب كلام خلاص. فسلطه نحو جاره ورماه بالشرك. قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرامي. معناه أنت لما تدرس قصة بلعم بتلقى الشيء ده كله. شفت من حمل الشبهة تلقى تورط في الشرك، لأن أخطر أنواع الشرك على الموحدين شرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. ما في موحد حد عاصره يدعو غير الله، أو يحلف بغير الله، أو يقوم يستعين بغير الله. الأكثرية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأكثرية اللي بتورطوا في الشرك أخطر أنواعه الثلاثة. تلقى موحد ومورط في شرك النية والإرادة والغصب، ما درسوا ولا تعلموا، تلقى مورط في لما يموت. واحد تلقى مورط في شرك الطاعة، تلقى بحب له واحد من الموحدين وده بقى بعد ذاك يخالف في الحديث وتلقى بس ماشي معاه. تورط في الشرك وما جايب خبر، وشرك المحبة، الثلاثة دي الخطرة. إذا من حمل الشبهة يا محمد ياسين يتورط في الشرك، ويتورط شنو في الكبر، ويتورط في الكذب. والكذب كمان المخرج من الملة كما نصت الآية 39 البقرة: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني بكذب لك شفت بالكتاب والسنة، شرك وكفر وكذب وكبر واتباع للهوى، كثر للجدال، محبة له، كره وبغض للموحدين المخلصين اللي بيعاصروه. مش عواقب خطرة. من أجل ذلك أي شبهة أنت بعد ده طالب علم لازم تكون طالب علم تمام. أي شبهة لا من تجيك دخلت لازم بس العلماء قالوا ثلاثة. أول حاجة ملخص الشبهة شنو؟ كن صريح، لا من تمش لعالم من علماء أهل التوحيد الراسيين، كن صريح. الشبهة حدد له ملخص الشبهة. بعد ملخص الشبهة غرض الشيطان منها. ثلاثة الرد العلم. وسع إن شاء الله أنا حكتفي لك بشبهة واحدة في الدرس ده بعد ذاك، عشان أنت بعد ذاك تمشي على المنوال ده. الشبهة لازم بالأول تعرف ملخص الشبهة شنو. نمرة 2 غرض الشيطان منها شنو؟ لأنه الشيطان ده خطر، ده بيدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أخي بالشبهة يودي الناس ويخلدهم في نار جهنم بالشبهة يا أخي. بعد ذاك الرد العلمي ده كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش موحد، مش مؤصل الكتاب والسنة في حياتك. الموحدين ديل فيهم علماء، نعم العلماء عند الموحدين بالمئات، لكن الراسخين في العلم فيه ربما بالعشرات، وانت بتعرفهم كموحد أزلوا. طيب الآية 172 173 174 الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. العهد الشفت منا لدى يا رب العزة والجلال صحيح، ونحن مقرين به بشاهدين. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو واحد منكم يا بني آدم يجي في أمامي يوم القيامة ويجي يقول لنا العهد ده ما عارفوا ما حضروا. الله قال ما بقبل عذر زي ده مش معنى الآية. أن تقولوا إنا كنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله قال ما بقبل عذر زي ده.
بشر يقف بين يدي يوم القيامة يقول لنا العهد ده ما عارف حاجة، الله قال ما بقبله. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أوعى واحد يجيب بين يدي يوم القيامة يقول لنا والله يا رب العزة والجلال لا من ولدوني وبلغت سن الرشد لقيت الأبهات الوالد والوالدة مشركين، لقيتهم مشركين ساقونا معهم، الله قال ده عذر ما بقبله. أو تقولوا أنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نحن بس مسلكنا طريق الأبهات تعذبنا يا ربنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم شنو يرجعون أي إلى علم الكتاب والسنة. والله أنا أعرف شاب من تلامذتي شاب خير والله دخل الجامعة، شفت جامعة الخرطوم والله للآن ما شفت أكثر من 25 سنة دخلته شبهة، والله السلام مش أنا شيخ ما بيديني له الله. ده كلام شنو؟ حياته كلها يرفعها بينزل معاي، تبخل نزول معاي بالمرة. فجت كده برا لقيته قلت له يا أخي أنا داير أعرف الحاصل، كن صريح معايا، مالك يا أخي كرهتنا في شنو وأبيتنا في شنو؟ الدنيا دي هي فيها شنو؟ فالحمد لله بس صارحني قال لي يا أستاذ الحجة مقامة. الله، الآيات دي تعرف لما تقراها بالذات الآية 172 الشيطان بيجيب لك الشبهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال لي الحجة مقامة. شوف، ودي الشيطان. انت بالاول خذ ملخص الشبهه شنو؟ لانك هسه اقول لك اقرا الايه دي لو ما عندك علم معناها الحجه مقامه على العلم. الله قال واحد يوم القيامه يجي يقول هذا العهد شلته منكم لما خلقتكم ما بتراجع. الله قال، وكان جاء واحد قال لي يا اخي ابوي وامي لقيتهم على الشرك يا اخي وانا مشيت، الله قال ما بقبل شيء زي ده. ملخص الشبهه بان الحجه مقامه على العباد. الله لا من مرق لي الولد ده قال لي الحجه مقامه، قلت له دليلك شنو؟ قال لي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم. قلت له اقول لك حاجه بس عليه في البيت وانا اثبت لك بالادله من الكتاب والسنه. الفهم اللي انت شايله ده ما هو الفهم، دي شبهه. وبعدين يا اخي بدل تشتغل دعوه تجي بس تقعد لي كده لا في السوق انت، معناها غرض الشيطان منها شنو؟ ترك الدعوه الى الله. وليلك المسلمين الاكثريه مورطين في الشبهه دي. واحد تلقى درس الثانويه العليا ودرس الحجرات والنور وحافظه ويعرف، ولا بلغ ايه يا خلق طاعه النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. الشبهه دخلته. هنا ملخص الشبهه بان الحجة مقامة على العباد. غرض الشيطان منها ترك الدعوة إلى الله، الناس تترك الدعوة. ودي اللي وقع فيها بلعم. لما تمشي الآية اللي بوراها طالع بعد 174 بلعم ده عالم في النهاية حياته كيف؟ أرجع لقصته يا أخي مشى للأعداء، تخيلوا قعد معهم لقى بعد ذاك النسوان السمحات والقصور والطرب، خلى الدعوة تورط في الفساد. دي النهاية بتاعته، فكان من الهالكين. هنا أهل العلم قالوا ملخص الشبهة إقامة الحجة. والله الود لما سألته قلت له يعني أسئلة إذاعة لندن دي بيجيبوا ترى عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله بالصباح، كونه عبد الباسط عبد الصمد يقرأ القرآن من إذاعة الBBC ومنتشر الإذاعة دي في العالم الإسلامي، يعني الحجة مقامة. قال لي أيوه والله وبنهرة قيا ايوه حجه مقامه. بعد ده لما قلت له عليه رفض. الشبهه خطره، الشبهه لو دخلت شفتها بعد ده يندر
أن يرجع بعد العبد شفت إلى الصراط المستقيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فانسلخ منه فنبذه وين؟ وراء ظهره، وهو معناه ماشي ليه قدام خير، ماشي للكذب وماشي للشرك وماشي للكفر وماشي للجدال وماشي لأذية الموحدين المخلصين. جدعوا جدعوا هو. تجيني إن شاء الله أشوف والله يصير 27 سنة ما تلاقينا، 27 سنة تخيل. عرفت ذاته مرق برا السودان ما عارفوا كيف، لكن يعني شو. وده الحاصل الليلة للمسلمين، طالب تلقاه خرج من جامعة أم درمان الإسلامية علم تقيل، تلقاه قاعد في قريته ولا قاعد لا ينصح لا يعمل يدرس في مسجد لا يبلغ يمشي في الغرف حوله، بس تلقاه قاعد بيفتكر انه يا زول ما هداك الدقة الشغال وفيه القرآن، ما هديك الإذاعة فيها القرآن. شوفها دخلته على أن الحجة مقامة خلاص بيدي. طيب انت هنا أهل العلم قالوا ملخص الشبهة إقامة الحجة، أن الحجة مقامة على العباد. غرض الشيطان منها ترك الدعوة إلى الله، دي الشبهة. طيب يبعد احنا شنو؟ الواحد كطالب علم الرد العلمي، الرد العلمي هنا أهل العلم قالوا بعد لما انتقل للرد العلمي، أول شيء في الرد العلمي هذا خبر في السماء، أي في العالم العلوي وليس في العالم السفلي. دي أول حتة. ولا الكلام ده هل فهمته انت ده؟ هل ده فهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإنما وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. يا أخي ده يا أخي ده قبل ما ربنا شفت بعد ذاك يخليك له ايش؟ أرواح أرواح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. إن قال لك ما معنى النسمة أي الروح الزي نسح، هذا مش أحياء. لما ربنا مسح على ظهر أبينا آدم كلنا مرقنا من ظهره، وبين كل عيني إنسان وميض من نور. لما طلعنا من ظهر أبونا آدم الذرية ربنا خالقة لما تقوم الساعة كلها مرقت. وأي إنسان عنده نور بين عينيه. النسمات المرقت دي في واحد من هذه الأرواح النور بتاعه قوي يتلعلع. أبونا آدم سأل رب العزة والجلال بعد ما ربنا أخرج النسمات كلها وبين كل إنسان بين عينيه وميض من نور، قال ما هؤلاء؟ قال هم ذريته، دول كلهم حيطلعوا منك انت. فبينهما إنسان يتلألأ وميضه بين عينيه نور شاذ. قال من هذا؟ ده من النور القوي ده. قال هذا ابنك يأتي في آخر الزمان يسمى داود. اسم داود زي اسم يحيى تسمية الله. تمشي الحديث حديث صحيح الصحيح. ده من أولادك ذريتك بيجي في آخر الزمان. تخيل داود آخر الزمان وصل إحنا جايبين يسمى داود. فقال آدم عليه السلام كم عمره؟ هل بيجي في آخر الزمان ده عمره كم؟ قال له 60 عاما. داود ده 60 سنة. قال آدم للحق جل وعلا إنها لقليلة، خذ من عمري 40 سنة وأعطيها إياه تموالوية. آدم عليه السلام لما تم أجله وجاه ملك الموت رفض. يا آدم أجلك تم بعد ده خلاص. قال لا يمكن، أنا عندي 40 سنة. فجحد آدم فجحدت أمته.
أخطأ آدم فأخطأت أمته، غوى آدم فغويت أمته. تمشي الحديث. نسي آدم فنسيت أمته. أسأل واحد تلقاه الله نسيت الحديث ده معناه شنو؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، بعد استخدم الرد العلمي. هذا حدث. شفت زول يجي يدخل لك شبهة زي دي؟ يا زول الكلام ده في السماء فوق. ايه ده بتعملوا انت. من أجل ذاك أهل التوحيد لما يدرسوا توحيد الربوبية يجيبوا لك الآية دي تبع توحيد الربوبية، ما قلتها في توحيد الألوهية. عبادة وين؟ ده حدث فوق. حتى لما تدرسها بتدرسها في توحيد شنو؟ الربوبية. إذا هذا حدث تم في العالم العلوي بس. عشان ما تجي تقول لي الحجة مقامة يا زر زب رب يا أخي زي ناس داود عليه السلام أرواح فوقها. أنت بتلعب ولا شنو أنت؟ تعرف تدخل لي شبهة بالطريقة زي دي؟ كل الرسل لسه ذاتهم فوق هناك. معناها رب العزة والجلال ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض. وحتى أمنا حواء الله مش خلقها من الضلع الأيسر، قال لي بس دي ذريتك. الرسل لسه على في كتب نزلت في الأرض ولا أبونا. فما تشيل شبهة زي دي يا أخي. وحتى الآيات إذا تأملتها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. حتى لو الشبهة دي دخلت لك خليك ترجع للكتاب والسنة، لأنه لما ترجع للكتاب والسنة أديك مثال. الآية 62 للآية 70 سورة الصافات، مش قاعد تتلوها طوالي في تلاوتك؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. السبب شنو؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين لم يولدوا بلغوا سن الرشد شنباتهم ملكة بيقوا رجال ليقوا الوالد والوالدة مورطين في الشرك. بدل يصلحوا نفسهم ويلتزموا عقيدة التوحيد ويصلحوا والديهم مشوا في نفس الطريق الخطأ. إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وهناك يوسف عليه السلام مش احتز بطريقة بهاته، ما قال إني اتبعت ملة آبائي، مش احتز بطريقة ليه؟ لأنهم موحدين. القرآن ده بعدك شوف مفصل وقرآن محكم، ما تجي تدخل لك شبهة كده وبعد ذاك قرآن زي ده تسقطه يا أخي. كله حتسقطه. معناه القرآن واضح يا أخي. بلغت سن الرشد أول حاجة اهتم بأبوك وأمك، مورطين في الشرك يا أخي خليك جنبهم. عسى يكونوا أمويين ما عرفوا عقيدة التوحيد، علموني أنت ما ولدهم، أنت ما بضع منهم. لكن أنت تلقى الأب مشرك والأم مشركة وتمشي في نفس الطريق، المصير تاكل الزقوم وتمشي نار جهنم. وكذلك نفصل الآيات. القرآن ده ما مفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حميد لعلهم يرجعون. معناه ترجع إلى الله. أيضا من الرد العلمي الدعوة إلى الله وجوبا. أحسن وظيفة شفت في الشريعة الإسلامية دي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. آية 15 سورة الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. تشتغل دعوة ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك. تجي شبهة زي دي تدخل عشان بعد ذاك اقعد ابقى زي ابو القنفذ بس وعاين غير الجدال ما عندي شغله. تترك الدعوة
الدعوة إلى الله وجوبا. أي زول على قدر حاله. إن شاء الله أمي مش عندك كنتين خدت لك عن قريبها ببابي برا. يا أخي يزول قول واحد مرة ولا شيء حلف بغير الله، يا أخي تنصح ووري أي واحد حسب استطاعته. دعوة الله. بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو شنو آية. أولادنا دين واحد تلقى ما شاء الله في العشرينات وتلقى ما شاء الله علم تقيل، تلقاه يعرف الحجرات ويعرف أي شيء، حتى لو الفهم قول نسيته. تعال هذاك دكتور مهدي ده ما قاعد، هذا الفاضل ده قاعد من 200 هنا مش من التسعينات هنا. تعال أصله ما تستحي يا أخي. عمل لنا درس في تفسير الحجرات، عمل لنا كده شباب تكونوا طالع علم. بعد ده أنت عندك كم آية حاليا؟ والله عندي 30 آية. بلغ. أنت عندك كم؟ والله أنا بس عندي آيتين. أنت لو أصلا بتلتزم طاعة النبي اشتغل بها دعوة. وأنت عارف بعد ذاك زكاة العلم شنو؟ تبليغه. مش كده يا أستاذة؟ زكاة العلم شنو؟ تبليغه. إذا الدعوة إلى الله وجوبا. 3. أنت عارف الشبهة دي لما تدخل بعد ذاك للعبد اللي خشته الشبهة بيلقى له مخدة. المخدة اللي بيخد فيها راسه زي ما بقول أهل العلم حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود ده تلقاه في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أشرف الرسل يحسن لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ولم يتبعني إلا ودخل النار. ده مش الحديث يا باشمهندس عبد الله؟ الحديث ده فهموش هم. بعد ذاك تلقى دخلت الشبهة ومسك لقى الحديث المافى والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد. حتى الشاب ده قلت له يعني أصلي على قدامك ده، وكنا في سوق رفاعة قلت له لو وقفت جنب الطرمبة دي وفي 2 دينكا جو ماشيين من الدينكا معانا في رفاعة، قلت له السعدي لو مشيت على الدينكا دي ووقفت وقريت أقرأ قل هو الله أحد هل أنا بلغت؟ قال لي يا تخيل شوف الفهم ده. وإنما الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي. العلماء قالوا السمع سمع تعقل وفهم وعلم وإدراك. قال لك الدليل مثلا عندك الآية 171 الأعراف وإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة. ربنا شفت جبل الطور اللي بتشوفه في مصر ده في سيناء ده سلك كله من جزء، وشفت هذا واقف في رؤوسهم الله لو فك في رؤوسهم عظمه بتتلاقي ما فيه. اليهود دول خطرين شر. وإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله العهد الدليل اليهود تحت جبل الطور وهو مرفوع. طيب الآية 93 من سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وشنو واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. يعني يا ربنا فهمنا كلامك لكن ما بنطبقه. وده معنى اليهود الخطرين. شفت كلامك يا الله سمعنا ده فهمناه لكن ما بنطبق. سمعنا وعصينا. الحصل شنو؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مش كانوا موحدين؟ مش معاهم رسول من أولي العزم من الرسل الخمسة موسى عليه السلام؟ بعد ده لما خرجت بعد ذاك عارف شوف تورطوا في الشرك بعد التزامهم للتوحيد. شوف الشبهة لما تدخل بعد ذاك. بل أرجع بنص القرآن موسى عليه السلام بيصدر الأوامر هم اطيعوا. في سورة الصف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنا آمركم وأنتم عارفين إني رسول الله ما بتطيعوني؟ هو ده الله ما بتطيعوا يا أخي. قالوا لا ربنا فهمنا كلامك لكن ما بنطبق. سمعنا وعصينا. طيب لما تجي ونختم بالآية 75 سورة البقرة الله قال اليهود اللي السعدين انتوا قايلين لهم
بيجوا معاكم في الخط. والخطاب ده لأشرف الرسل والصحابة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذا لما تيجي تقول لي والذي نفسي بيده لا يسمع، السمع هنا سمع علم وتعقل وفهم وإدراك، وليس بس معنانات للقرآن وأقول الحجة وغيمة وما عندي بهم شغلة. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.